ركزوا معايا عشان في الفيديو ده هنعرف ايه اقوى البدائل لشات جي بي تي وتنفعك في ايه بالظبط بمنتهى البساطة وبدون اي اطالة عليكم. فهنبدأ في الموضوع على طول. انا ايمان محمد، ولايك ومتابعة ويلا بينا ندخل في الموضوع. ناس كتير عارفة ان شات جي بي تي بيألف في المصادر، يعني في ناس لما سألته اكتشفت ان هو بيألف مصادر من دماغه. عشان كده للناس اللي مهتمة بمصادر حقيقية وموثوقة ده اهم نموذج ذكاء اصطناعي او تطبيق لازم تستخدمه، وهو بريبلكسيتي. ده واحد من اكثر البرامج اللي انا بستخدمها الفتره الحاليه، لانه كانوا عاملين عرض كده على الحسابات اللي عندها باي بال انها تاخد سنه مجانا، فانا خدت سنه مجانا ومن وقتها بدات استخدم البرنامج ده، وبشكل يومي او بشكل اساسي كانت النتيجه مبهره 100%. هم ليهم نموذج خاص بيهم، وكمان في نماذج تانية جوه التطبيق زي كلود وجيميناي وكمان شات جي بي تي ونماذج غيرها. يعني انت لو مش مرتاح في النموذج الاساسي بتاعهم تقدر تجرب اي نموذج تاني من جوه التطبيق ده او البرنامج ده. الميزه الحلوه اللي فيه اكتر حاجه عجباني فيه وهي ميزه سبيس، او حاجه كده بمنتهى البساطه يعني زي صندوق. عارفين احنا لما بنشتغل وكل مره محتاجين نراجع الذاكره للنموذج اللي احنا بنكلمه، لا انت تقدر تعمل زي صندوق كده بتجمع فيه كل المصادر اللي انت عاوزها، كل الاوامر اللي انت عاوزها، زي مثلا مصادر من لينكات او مصادر من فيديوهات او مصادر نصيه، ملفات ترفعها له عشان كل مره تتكلم مع الصندوق ده يفكر من خلال الحاجات اللي انت اودعتها فيه ويرد عليك ويساعدك من خلال الاوامر الثابته اللي انت كتبتها او التعليمات اللي موجوده جواه. طبعا التطبيق مجاني ولكن بحدود يوميه، وفي منه نسخه مدفوعه بتبدا باشتراك شهري حوالي $17 على حسب النظام اللي انت عاوز تشترك فيه. طيب مفيد لمين؟ مفيد للطلبه، مفيد للناس اللي بتدور على مصادر حقيقيه، مفيد لصناع المحتوى. انا من رايي مفيد لكل الناس، فاعتقد ان انتم محتاجين تبصوا عليه برضو. بعد كده عندنا جيميناي. انا عارفه ان جيميناي برضو من ضمن النماذج او الشركات اللي عامله اتفاقيات احنا مش راضيين عنها جدا، ولكن مع الاسف ده من ضمن الحاجات اللي احنا مضطرين نستخدمها ونتعامل معاها يوميا، لان احنا بنستخدم نظام اندرويد، عندنا حسابات على جوجل، وللاسف نسبه كبيره جدا من الخدمات اللي احنا بنستخدمها هي تبع الشركه دي. عن نفسي انا استخدمته النظام المدفوع لمده شهر، وكانت النتائج مبهره جدا بصراحه. تحديدا فكره تصميم الصور والردود بتاعته كانت كويسه، الربط ما بين البرامج زي مثلا جوجل شيت وغيرها كانت ممتازه، يعني كان خدوم باكثر من طريقه. ولكن نيجي للنسخه المجانيه. النسخه المجانيه الردود بتاعته عقيمه، وهو رد او اتنين اللي بيركز معاك فيهم وبعد كده بيبدا يخرف. بالنسبه للصوره برضو نفس الفكره، نانو بنانا برو بيشتغل على صورتين 3 بحد اقصى باللغه العربيه، بعد كده بتكون خلاص نسي الموضوع تماما. فمن وجهه نظري كاستخدامي انا بستخدمه لتصميم الصور او البوستات السريعه كده، ولكن غير كده ما بحتاجوش بشكل كبير كنظام مفكر او ان هو يساعدني او اعتمد عليه 100%. هل هو مجاني؟ ايوه هو مجاني، ولكن زي ما قلنا بحدود معينه، وطبعا في منه اشتراك مدفوع برضو تقريبا بتتكلم في $17-20 على حسب، فانا هراجع الاسعار يعني واحاول اعرضها لكم على الشاشه. بالنسبه لي هو مفيد لمين؟ هو مفيد لبرضو صناع المحتوى، للناس اللي عندها استخدامات كتير لانظمه او برامج جوجل متعدده وحابه ان هي تربط بينهم في نظام واحد زي جيميناي. وكمان مفيد بالنسبه لي للناس اللي مستعده انها تشترك في النسخه المدفوعه، لانها تستحق اكتر بكتير طبعا من التجربه المجانيه العاديه. نيجي بقى عند الخطير جدا 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 والقوي بشكل ممتاز جدا، وهو كلود. متهيألي سمعتوا عنه الفترة الأخيرة دي بطريقة رهيبة، يعني أكيد كل الناس اتكلمتكم عن التطبيق أو النموذج ده أصلا من فترة طويلة قبل موضوع مقاطعة شات جي بي تي ده، وأنا بدأت أستخدمه بشكل بسيط. يعني بأبسط حاجة خالص إن هو ما بيطبلش زي شات جي بي تي. شات جي بي تي بيطبل وبيجاملك على كل حرف أو كلمة بتكتبها. ده نموذج واقعي بيفهم سياق الكلام وبيفهم الكلام اللي وراه وبيساعدك بشكل فعال جدا جدا. يعني انت اول ما تستخدم النموذج ده هتحس انك قبل كده كنت تايه، انت اول مرة تتعامل مع نموذج ذكاء اصطناعي فعلا يقدر يخدمك. مفيد جدا سواء في الكتابة، سواء في الابداع، سواء في التصميم، سواء كمان في البرمجة. مفيد جدا جدا جدا. عارف انت لما تسلم موظف الشغل بتاعك وانت مطمن ان انت بنسبة كبيرة جدا مش هتراجع وراء الشغل ده، وبنسبة اكبر كمان انت هتسلمه شغل اكتر واكتر بعد كده وانت مرتاح ومطمن وايديك ورجليك في ميه بارده. من وجهه نظري هو مفيد جدا لكل المستخدمين، بالذات المستخدمين التقال اللي هم عاوزين حاجات قويه وكبيره من الذكاء الاصطناعي. فبعيدا عن كل الاجابات السطحيه اللي ممكن تاخدها من اي نموذج ذكاء اصطناعي، من وجهه نظري ده افضل نموذج لحد دلوقتي، وده اللي انا شخصيا بعتمد عليه بشكل اساسي. في منه طبعا نسخه مجانيه ولكن محدوده وبتخلص بسرعه جدا، وفي منه نسخه مدفوعه بتبدا من اشتراك برضو بيوصل تقريبا
تقريبا في $20 كبدايه. طيب هو كله مدفوع كده؟ مفيش حاجه مجانيه بشكل نهائي يعني مثلا؟ لا طبعا، في عندك النماذج الصينيه عامله شغل عظمه جدا، ما تستهترش ابدا بالصين واللي ممكن تعمله. عندنا ديب سيك، كوين، وكمان مؤخرا في نموذج اسمه كامي. الثلاثه دول بيقدموا لك تجربه شبه غير محدوده، يعني تقدر تستخدم النماذج بتاعتهم بشكل يومي تقريبا بدون حدود يوميه. عندك مثلا كوين، واللي انا تفاجأت بيه كده مره واحده ان هو بيقدر يعمل صور وفيديوهات بشكل مجاني بتوصل لجوده 4K، حاجه غريبه جدا. عنده بحث في الانترنت، عنده توليد الصور وعنده توليد الفيديوهات. عندنا كمان كيمي، هو يعتبر افضل واحد في فكره استيعاب الرسومات او الصور، يعني ممكن لما تبعت له صوره هو يحللها لك بشكل افضل، وكمان بيقدر يعمل لك صور. وكمان بشوفه قوي جدا في جزئيه البحث، قوي جدا في استيعابه للملفات الكبيره، قوي جدا وسريع في فكره ان هو يجاوب عليك ويفيدك، وعنده وصول برضه للبحث على الانترنت. والاحلى من كده ان الذاكره بتاعته طويله المدى، فمش هتحتاج تفكروا كل شويه بحاجات. وفي مميزات تانية زي الايجنت وحاجات تانية كتير مفصله هتحتاج فيديو لوحده ممكن نتكلم عليه بعدين. بالنسبه بقى لديب سيك تقدر تعتبره كده زي تشات جي بي تي في الاسئله اليوميه. هو ما بيعملش صور، ما بيعملش فيديوهات، ولكن مفيد جدا في الاسئله اليوميه، مفيد جدا في المسائل الرياضيه، في البرمجه، الحاجات دي هو كويس جدا جدا فيها. ما يعتبرش مبهر الا في الجزئيه دي من وجهه نظري المتواضعه، يعني تقدر تستخدمه وتعتمد عليه كبديل لشات جي بي تي لو انت من الناس اللي هو بس بيفتح الذكاء الاصطناعي بيساله كام سؤال كده في اليوم وخلاص شكرا على كده. بشكل عام النماذج الصينيه دي قويه جدا جدا، وتعتبر بشكل غير محدود تقريبا. هي فيها اشتراكات بعد كده للاي بي اي والكلام ده، ولكن هي تعتبر مفيده جدا جدا للمستخدم العادي والمستخدم المتوسط. من وجهه نظري كل النماذج اللي انا اتكلمت عليها دي انا بستخدمها كتطبيقات اساسيه على موبايلي، ولكن الاساسي 100% بالنسبه لي حاليا هو كلود. عشان كده قولوا لي في التعليقات ايه النموذج الاساسي للذكاء الاصطناعي اللي انتوا بتستخدموه. انا محتفظه بيهم كلهم بصراحه، عشان لما تخلص التجربه المجانيه في واحد بروح للتاني وهكذا، محتاجين نمشي حالنا شويه. وكمان ما تنسوش لايك وشير، ولو عاوزين تحملوا اي واحد من النماذج اللي انا قلتها دي كتطبيقات اعملوا سكان للكيو ار كود ده، او هتلاقوا اللينك موجود في وصف الفيديو ده او في اول تعليق.